يا أبطال، النهاردة جدو إسماعيل هيحكي لكم عن بطل شاب، قائد عظيم اسمه محمد ابن القاسم الثقفي. اتولد سنة 72 هجري في بيت مليان إمارة وقيادة. أبوه القاسم ابن محمد كان والي على البصرة، وابن عمه هو الحجاج ابن يوسف الثقفي والي العراق المشهور. الحجاج كان قاسي وظالم، لكن في نفس الوقت كان بيحب الفتوحات وينشر الإسلام. محمد ابن القاسم اتربى في الجو ده واتعلم القيادة من هو صغير. تخيلوا يا أبطال، لسه ما كمل 17 سنة والحجاج شاف فيه علامات الذكاء والقوة، فبدأ يديه مهمات صعبة، وكل مهمة كان ينجح فيها ويثبت إنه قائد عبقري. قصة النساء المسلمات في بلاد السند. في يوم من الأيام كان في جزيرة اسمها ياقوت في بلاد سيلان. هناك عاش تجار مسلمين، ولما ماتوا سابوا وراهم نساء أرامل وبنات. ملك الجزيرة بعت السفينة دي ومعاها هدايا عشان توصل للحجاج، لكن لما وصلت السفينة لميناء اسمه الديبل في بلاد السند اللي هي باكستان النهاردة، هجم عليها قراصنة، خطفوا النساء ونهبوا الأموال. واحدة من النسوة صرخت وقالت: يا حجاج! لما وصل الخبر للحجاج غضب جدا وقال: يا لبيك، يعني أنا سمعك وأنا سامع وسأجيب. الحجاج بعت لملك السند ظاهر يطلب الإفراج عن النساء، لكن ظاهر رفض. جرب الحجاج يبعت جيشين عشان يحررهم، لكن الحملتين فشلوا، فقرر يعمل حملة كبرى يفتح بيها السند كلها وينشر فيها الإسلام. واختار مين يقود الجيش؟ بالظبط، الشاب البطل محمد ابن القاسم الثقفي. فتح الديبل. جهز الحجاج جيش ضخم وبعت معاهم أسطول بحري. اتحرك محمد ابن القاسم سنة 90 هجري، فتح مدن كتير لحد ما وصل الديبل، وهناك استخدم منجنيق ضخم جدا اسمه العروس. كان محتاج 500 راجل يشغلوه، وبدأ يضرب صنم كبير عندهم عليه سرية خشب وعلم أحمر بيقدسوه. لما وقع الصنم خافوا جدا، والمسلمين دخلوا المدينة وحرروا النساء. بعدها محمد بن القاسم كمل فتوحاته، وكان دايما عادل ورحيم. عشان كده أهل السند حبوه جدا، وكتير منهم دخلوا الإسلام بإيده. مواجهة الملك ظاهر. الملك ظاهر جه بجيش ضخم ومعاه فيلة كتير. محمد بن القاسم عبر النهر بجيشه وقاتل معركة قوية جدا، وفي الآخر انتصر المسلمون واتقتل الملك ظاهر. مراته لما عرفت حركت نفسها وجواريها وأموالها. فتح الملتان. وصل محمد لمدينة الملتان، أكبر مدن السند. كانت محصنة جدا وفيها صنم عظيم بيحجوله. قعد يحاصرها شهور لحد ما عارف منين بيدخل لهم المية، فقطعوا فاستسلموا وفتحت المدينة. وفاته سنة 96 هجري. كان محمد ابن القاسم بيستعد يفتح قنوج، أعظم إمارات الهند، لكن فجأة وصول له خبر وفاة الخليفة الوليد ابن عبد الملك، وبعده مسك الحكم سليمان ابن عبد الملك اللي كان بيكره الحجاج جدا. ولأن محمد قريب للحجاج عزله من القيادة وأمر غيره. محمد استسلم للقرار رغم إن في ناس نصحوا يتمرد، لكنه رفض، وفي الآخر اتقبض عليه واتسجن في سجن مظلم لحد ما مات شاب صغير. أهل السند بكوا عليه جدا لأنه كان قائد عادل ورحيم ونشر بينهم نور الإسلام. يا أبطال، محمد ابن القاسم
كان مثال للشاب المؤمن الشجاع اللي وهو صغير جدا قدر يحقق بطولات عظيمة، وربنا يرحمه ويجمعنا بيه وبكل أبطال المسلمين في الجنة. طب يا ترى إحنا ليه بنحكي قصص الأبطال؟ عشان ناخدهم قدوة لينا ونتعلم من شجاعتهم وإيمانهم ونحاول نبقى زيهم. مين فيكو يا أبطال نفسه يكون زي بطلنا محمد ابن القاسم؟ ومين هيكون البطل اللي هيحرر فلسطين والمسجد الأقصى من اليهود المعتدين؟